السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احب اقول لكم ان انتوا وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. تمام، حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نشوف احنا عملنا ايه في الفيديو ده. يلا بينا. احنا هنا معانا كبد وقوانص. تمام. انا يعني بنحب القوانص اكتر من الكبده. تمام. فيا دوبك جايبه 3 كبدات والباقي كله قوانص. خلاص احنا بقى كده هنغسلهم غسلة كويسة ونضفتهم من الدهن اللي ورا عشان انا ما بحبوش. خلاص، وهنزل عليهم كده بقى بشوية خل ابيض، وبعد كده هعصر عليهم ليمونة. ليمونة كبيرة كده حلوة، ايه تملى العين. خلاص، انا استكفيت بنص ليمونة لان لقيتها كبيرة جدا وما شاء الله فيها مية كتير. المهم، وحطيت عليها شوية ملح وحطيت عليهم شوية مية وايه، وسبتهم يتنقعوا كده فيها شوية. خلاص، هاجي بقى بعد كده بعد ما خلاص نقعتهم كده. بص، انا بوريكم ان انا نضفتها كويس جدا وشلت الدهن اللي كان من ورا، لان احنا زي ما قلت لكم احنا ما بناكلش الدهن اللي ورا ده. خلاص، هبدأ بقى كده ان انا اجيبهم واقطعهم بقى ايه، على قطاع كده زي ما انتوا شايفين، الحجم اللي انتوا عايزينه. بصراحة ربنا يا جماعة، انا يعني اتفاجئت من الاسعار، اسعار اوفر قوي. مش عارفة في ايه، ربنا يرحمنا يا رب. يعني انا بالنسبة لي كانت اكلة الكبد والقوانص دي اكلة الغلابة. اه والله العظيم. انا النهاردة حرفيا اتصدمت، انا نزلت اجيب الكبد والقوانص لقيت الكيلو ب46 جنيه. انتوا متخيلين 46 جنيه الكبد وقوانص؟ امال الفراخ بكام؟ المهم، انا جبت بصراحة ربنا ايه يعني، نص كيلو اللي يعني ب25 جنيه. نص كيلو وحاجة بسيطة خالص. خلاص، بس يعني احنا بنحب القوانص كتير فقلت لهم ايه، زود لي القوانص. يعني بجد ربنا يرحمنا، انا مش عارفة الشعب هيعيش ازاي. كل حاجة رفعت. يعني انا عشان اعمل الاكلة دي انا مكلفاني حوالي 50 جنيه او اكتر. مش عارفة في ايه. يعني لو حبيت اعمل اكلة كبيرة مثلا ولا حاجة، يعني مش عارفة بجد والله، الواحد تعب فربنا يسترها والله المستعان. واهو، يلا هتفرج ان شاء الله. فانا جيت بقى جبت الكبد والقوانص كده. تمام، وبدأت ان انا اخرطها اهو زي ما انتوا شايفين. انا بخرط الكبدة كبيرة شوية عشان ما تتهرش مني. بس والله يا جماعة ربنا يرحمنا بجد والله العظيم برحمته، لان الدنيا كل حاجة بقت غالية. يعني انا مش لاقي حاجة رخيصة اصلا. انا بقيت انزل اجيب الاكلة باكلتها. يعني احنا 4 افراد. تمام. اولادي صغيرين، بالك بقى لو حد عنده اسرة كبيرة، اولاد كبيرة بتاكل. فبجد يا جماعة والله ربنا يعيننا ويعين الناس. المهم كده جبت القطعة التانية بقى عشان اقطع عليها الخضار. خلاص، كده انا كان عندي كام قرن فلفل، يعني بصوا 50 جنيه. وانا كان عندي الفلفل والبصل اللهم صل على النبي، الطماطم، وكان عندي التوابل، وكان عندي السمنة. يعني لو ما عنديش الحاجات دي حرفيا الاكلة دي هتخش لها في حوالي 100 جنيه. فالله المستعان وربنا يسترها يا رب. المهم زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت ان انا اقطع الفلفل كده. انا بقطعه يعني مكعبات كبيرة مش صغيرة جدا. يعني عشان خاطر تبقى في نفس المستوى بتاع الكبد والقوانص. آه خلاص كده بقى قطعت الفلفل كله، وكان عندي 3 طماطميطات. 3 طماطماي قوطة. كان عندي 3 قوطة. والله يا جماعة انا مش عارفة اجمع الكلام يعني. الله المستعان. المهم، قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين برضو مكعبات، ايه مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. خلاص، هقطع بقى الكمية اللي معايا دي كلها، وهبدأ ان انا اشوحها. انا كنت منزلة فيديو قبل كده للكبد والقوانص، بس ناس كتير قالت لي ايه، يا لا احنا عايزين حاجة سريعة. يعني حاجة ايه ان احنا نستخدمها على، يعني نكون جايين مستعجلين نعملها على طول. فمع ان ناس كتير قوي شكرت فيها وقالوا لي جميلة جدا، فقلت بقى اجي لكم بالفيديو دوت للناس اللي طلبته مني طبعا. مفيش اسهل من كده بقى. يعني المرة اللي فاتت قلت لي غلبة وليها كذا تكاية وكده، هي طعمها حلو بس ليها كذا تكاية. تمام، فحبيت بقى ان انا اعملها لكم اسرع.
خلاص، فانا زي ما انتم شايفين كده انا خرطت الكبد والقوانص خرطت الفلفل والطماطم اهو زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى ان انا اجيب طاسة على النار، صينية يعني. حطيت فيها دي معلقة سمنة بلدي كبيرة. خلاص، ونزلت برضو كان عندي سمنة نباتي، نزلت برضو بمعلقة. وهحط شوية زيت، يعني قد معلقة كبيرة كده زيت. خلاص، وهبدأ بقى ان انا كان عندي برضو شوية بصل احمر صغيرين كده. حرام الدنيا غالية مش هرميهم. تمام، فبدأت بقى ان انا اخرطهم كده واحدة واحدة، واشوحهم زي ما انتم شايفين. فلو وصلتي معايا بقى لحد هنا كده، يا ريت ما تشرفيني كده في القناة لو لسه ما اشتركتيش، تحطي لي اللايك الجميل بتاعك وكومنت حلو منك عشان تشجعيني. وبجد انا زعلانة منكم قوي والله، يعني الناس اللي متابعيني اكتر من الناس اللي مشتركة عندي في القناة، ينفع كده؟ يعني انت هتخسروا ايه يعني لما تحطوا لايك وتشتركوا في القناة؟ المهم دي بقى كده كانت حتة بصلاية وقعت في الزيت، كنت بحاول ان انا اطلعها، مش هسيبها برضو اطلعها المهم كده بدأت ان انا اخرط كل البصل اللي عندي. هما ما كانوش كتار بصراحة، بس يعني ادوا الغرض. انا بقول لكم اتفاجئت من الاسعار عمالة ترفع بطريقة مش طبيعية. يعني مش عارفة بجد الواحد يعمل ايه، يعني يعمل ايه، انا مش عارفة. لو انتوا عندكم حل يعني عرفوني. فاحنا بنحاول بقى على قد ما نقدر كده ان احنا نوفر وندبر الدنيا عشان الدنيا تمشي. خلاص، انا كده اهو خرطت البصل وهبدأ ان انا اشوحه لحد ما يدبل. انا ما بحبوش متحمر في الحاجات اللي هي زي الكبد القوانص الشاورما، الحاجات دي مش بحبه يكون متحمر جامد. المهم ونزلت عليه كده بالقوانص عشان هي بتاخد وقت بصراحة. فنزلت عليها كده وبدأت برضو ان انا اديها تشويحة حلوة. خلاص، وهديها برضو رشة فلفل اسود بس. سوري لو التصوير فيه حاجة مش مظبوطة او حاجة. بس والله انا ما كنتش ناوية اصور، بس عشان انا الفيديوهات اللي كنت محملاها خلصت، فاضطريت بقى ان انا ابدأ اصور من جديد تاني. فشجعوني بالله عليكم عشان ارجع انزل لكم فيديوهات تاني باستمرار. المهم حطيت لها رشة فلفل اسود كده وقعدت اشوح فيها لحد ما اتشوحت خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدأ بقى انزل بالكبدة والقلب. هو الاول نزلت بالقلب كده اديته برضو تشويحة، وبعد كده في نفس الوقت هنزل بالكبدة على طول. طريقة سهلة جدا، وعايزة اقول لكم طعمها تحفة بجد والله مش كلام. نزلت بقى كده بالكبدة قعدت اقلب فيها. انا اصلا طالعة من دور عيا، فادعولي كده ربنا يتم شفايا على خير. فمش قادرة بصراحة. خلاص كده هنزل بالكمية الفلفل اللي انا كنت مخرطاها. وهبدأ برضو ان انا اشوح فيها كده كويس لحد ما الفلفل يا دوبك احس ان هو دبل شوية. خلاص، اول ما هيدبل كده على طول هقوم. انا لسه محطتش توابل لحد دلوقتي، محطتش غير فلفل اسود بس. تمام، هو اول بس ما الفلفل يدبل زي ما انتم شايفين كده، هبدأ انزل بقى بالطماطم. خلاص اهو. وبعد كده هبدأ برضو ان انا اشوحها كويس، وبعد كده هبدأ انزل عليها التوابل بتاعتنا. تمام، يلا نشوف التوابل بتاعتنا بقى هنحط ده كده رشة فلفل اسود، وعندنا رشة بهارات فراخ، وده توم باودر، وديت بابريكا، وهنا رشة كمون صغيرة. وخلاص مش هحط حاجة تاني، وهظبط بقى الملح بتاعنا. عايزة اقول لكم هي كانت في الوقت ده الريحة والمنظر بتاعها يعني بيتكلم عن نفسه. هنا بقى نزلت بحوالي ربع كوباية مية، مش اكتر من كده، لان انا عندي يعتبر كل الحاجة مستوية 3/4 سوا كده. خلاص، فنزلت بالحبة دول بس. وهسيبها بقى ان هي يعني هظبط لها الملح بتاعها اهو.
وهسيبها بقى ايه تستوي مع نفسيها، هغطيها واسيبها تستوي مع نفسيها. انا اديت للكبده صدمه عشان كده مش هتتهري مني. تمام. خلاص بقى كده هسيبها وهجيب حله تانية جنبيها. خلاص وهحط فيها معلقه برضو سمنه بلدي على معلقه سمنه نباتي وشويه زيت، عشان خاطر هحمر فيهم اللهم صل على النبي المكرونه. مكرونه الكيلو ب20 جنيه، متخيلين؟ يعني اكله. كنت يوم ما كان او الدنيا مزنقه كنت اقول ايه احنا نجيب كبد وقوانص، كان يوم فرح. دلوقتي حتى الكبد والقوانص الواحد ما بقاش قادر ان هو يجيبها يعني. فالحمد لله، وربنا يعيننا يا رب ويوفقنا ويسترها علينا في الايام الغالية دي، فالله المستعان. المهم بدأت كده ان انا اشوح فيها وخلاص، تبلتها حطيت لها معلقه بابريكا وفلفل اسود وملح وماجي، وكده ده الشكل النهائي. ما تنسوش تحطوا لنا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. وتأسف على صوتي لاني بجد تعبانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.